السلام عليكم واهلا بكم مع ام احمد. دلوقتي هنعمل مع بعض الرقاق الطري. كيلو ونص دقيق، ميه بارده هتحضريها جنب منك كده، كوبايه ونص سمنه مسيحاها وحطاها جنبي كده. طبعا ده لبن انا مدفياه وحاطه عليه قشطه بالشكل ده، وهنعجن حسب العجينه ما تاخد معايا. طبعا انا عشان حاطه قشطه احتمال ما اخدش السمنه دي كلها، عشان ما تبقاش ناعمه زياده عن اللزوم معايا. وهنعجن هتاخد معايا قد ايه لبن حسب العجينه ما تاخد معايا. هننزل طبعا انا حطيت الملح على الدقيق، وهننزل كده. اللبن دافي مش سخن جامد يعني. وفي الصيف طبعا هتحطي اللبن بارد بدرجه حراره المطبخ مش التلاجة. وطبعا ينفع تعجنيه بلبن رايب، وينفع تعجنيه بزبادي، وينفع تعجنيه بميه، بس في حاله ما انت هتعجنيه بميه لازم تزودي السمنه بتاعتك شويه. وطبعا هنحط اللبن واحده واحده مش مره واحده كده، هنحط بالراحه عشان نشوف العجينه معايا هتاخد قد ايه. ممكن تاخد اللبن وخلاص. حطيت اللبن ولسه العجينه عايزه مني لسه ناشفه وعايزه نطريها، نكمل بميه. لو ما عنديش لبن اكمل بميه زي انا ما عملت كده طبعا. ودلوقتي في الحاله دي هننزل بقى دلوقتي كده بعد ما عجنته كده هننزل بالسمنه. طبعا انا حاسه ان العجينه ناعمه معايا عشان انا حاطه قشطه، فمش هكتر سمنه. وطبعا دي العجينه بعد ما عجنتها كده، السمنه اهي انا ما خدتهاش كلها، خدت حوالي كوبايه يعني او كوبايه الا كمان عشان انا حاطه قشطه، وحطيت حاطه قشطه كتير. فالسمنه بنقدحها وبنسيبها لما تبرد. اوعي تحطها على العجينه وهي سخنه، بتعمل لك قشره في العجينه كده وبتبقى مش حلوه. والعجينه لو اضطرت منك طبعا غصب عنك معلش ممكن تزودي شويه دقيق، تبقى مخليه دقيق جنبك طبعا عشان تقطعي عليه وتفردي عليه، تاخدي منه شويه وتعملي تزودي العجينه تاني بالشكل ده. عشان كده بقول لك حطي الميه او اللبن حبه بشويه بشويه، ما تحطيش مره واحده. والعجينه بيبقى الطر بتاعها كده سمكها كده بالشكل ده طريه كده. هنقطع بقى مع بعض. العجينه ارتاحت حوالي 10 دقايق كده، وجبت الصينيه فردتها بدقيق بالشكل ده، وهنقطع كده بالحجم ده كده، واحط كده واسيبه يرتاح شويه برضو على الصينيه كده، وبعدين نخبز مع بعض كده حجم ده كده. العجينه طبعا ماشيه اخر جمال واخر حلاوه، لان العجينه مخدومه صح وعاجنينها بطريقه صح. فشوفوا بقى العجينه مني لتتها كويس وعجنتها كويس معاكم. دي على الترابيزه بتاعتنا كده، وهنبطط كده نفردها كده بالشكل ده انها تخينه معاكي شويه لفيها على ايدك كده كده. حاجه اسمها مطرحه كده لازم هي عشان الرقاق ده رقيق كده لازم نعملها كده. ونعلي الفرن بقى عشان هو بيحب النار عاليه عشان يطلع معاكي طري كده. نعلي الفرن كده عشان يطلع معاكي طري بالشكل ده. شايفه اول ما حطيناه عملت ازاي كده. طبعا ده فرن غاز، ممكن تجيبيه وتحطيه في البلكونه عندك او تحطيه في الفرن في المطبخ زي ما انا حطاه كده. بس طبعا في الصيف انا هطلعه بره كده، وتقلبي كل شويه كده عشان ما تتحرقش منك كده. اول ما ترفع معاكي كده تقلبي كده كده. ما تحاوليش تلفيه بالكده، دي عصايه حديد بتيجي مع الفرن، ما تحاوليش تلفيه بيها كده وهو لسه طري عشان ما يتقطعش منك. استني لما يشيل معاكي كده الحروف بتاعته بالشكل. طبعا هو ما بياخدش وقت خالص، هتطلع اهو. شايفه اللون بتاعه
ما خدش وقت خالص، تحطيه من هنا ويا دوبك مع النار حاميه يطلع معاكي بسرعه وبيطلع طري. ده الرقاق بعد ما خبزناه بالشكل ده كده اهو، شايفين طري ازاي؟ ويا رب تجربوه يعجبكم، وبالهنا والشفا، ولايك وشير، وسلام عليكم.